المسامير بتعتبر جزء أساسي في أي معدة، لأنها بتربط الأجزاء مع بعضها بشكل قوي، واللي بيضمن إنها تفضل ثابتة ومتماسكة، وبتضمن لي الفك والتركيب السهل للمكونات الميكانيكية. من أشهر أنواع المسامير وأكثرها شيوعا في الصيانة المسمار اللي براس سداسي أو الهيكس بولت، وده مفاتيحه واللقم بتاعته احنا عارفينها كويس. واللي يمكن محدش عارفه إن في مسمار براس خماسي أو البنتاجون هيد بولت، وده بيجي براس خماسي الجوانب، وبيستخدم في التطبيقات اللي محتاجة حماية إضافية ضد العبث زي صناديق الكهرباء كده، لأنه محتاج مفتاح خاص عشان يتفك، والمفتاح ده غير مفتاح المسمار المسدس. النوع اللي بعد كده هو الهيكس سوكت بولت، وده مسمار براس اسطواني وفتحة سداسية، وبيتميز انه ينفع يتربط بسهولة في المساحات الضيقة باستخدام مفتاح ألان كي. وفي نوع تاني اسمه الهيكس لوبيولار كاب سكرو أو المسمار النجمة، وده بيكون براس فيها تجويف سداسي برضه ولكن على شكل نجمة. المسامير بتتعرض لنوعين أساسيين من الأحمال. أول حاجة حمل الشد أو التنسايل لود، وده بيحصل لما المسمار يتسحب في اتجاهين عكس بعض، وفي الحالة دي المسمار بيتمد. تاني نوع هو أحمال القص أو الشير لود، وده بيحصل لما يبقى في ضغط جانبي على المسمار بيحاول يفصل أو يقص المسمار. الأرقام والحروف اللي بتكون على راس المسمار ليها معاني مهمة بتوضح الصلابة وقوة التحمل، وبتوضح تصنيف المسمار، زي لما تلاقي مكتوب 8.8. أول رقم 8 بنضربه في 100 هيساوي 800 ميجا باسكال، وده أقصى قيمة شد يتحمله المسمار، لكن لو عدى الرقم ده يحصل له كسر. والرقم التاني 8 بيعبر عن نسبة الخضوع، وبيتضرب في أقصى شد اللي هو 800 ميجا باسكال هيساوي 640 ميجا باسكال، وده الرقم اللي لما تعديه المسمار بيبدأ يتشوه لكن ما يتكسرش. أما بالنسبة للحروف فهي بتشير غالبا للشركة المصنعة أو نوع المادة. المسمار لما نيجي نسميه بنقول عليه مثلا M5 في 8. الخمسة ده قطر الألغوز، وال8 ده البيتش ديستنس اللي هي المسافة بين كل لفة والتانية. لكل مسمار عزم شد معين لازم نلتزم بيه عشان يفضل ثابت وما يحصلش فيه تلف. العزم ده بنحدده إما من جداول العزم الموجودة في كتالوجات الشركات المصنعة، أو موجودة في ستاندرد زي اللي قدامنا كده. كل نوعية مسمار ليه تصنيف معين، وعلى أساس التصنيف ده بتدخل على جداول العزوم الخاصة بالمسامير وتبدأ تشوف المسمار ده العزم بتاعه كام، أو من خلال معادلة بسيطة بتقول إن العزم بيساوي معامل الاحتكاك مضروب في قطر المسمار مضروب في الشد المبدئي. معامل الاحتكاك في الغالب بيكون ما بين 15% ل2. الشد المبدئي هو القوة اللي بنطبقها على المسمار قبل ما نحمل عليه بشكل كامل. بنستخدم معادلة بتقول إن الشد المبدئي بيساوي 7 في قوة الشد القصوى في مساحة المقطع الأرضي. الرقم 7 ده بيمثل نسبة أمان، يعني بنستخدم حوالي 70% من قوة الشد القصوى عشان نتجنب أي تشوه أو تلف في المسمار. خلينا نوضح الكلام ده. لو هنشد مسمار نوعه M10 يعني قطره 10 ملم، وفئته أو الجريد بتاعته 8.8، وقوة الشد للمادة دي بتكون 800 ميجا باسكال، ومعامل الاحتكاك 2. أول حاجة بنحسب مساحة المقطع العرضي. المساحة هنا هنجيبها من الجداول اللي بتوفر لنا المساحة الفعلية للمسمار، واللي في النوع ده هتكون 58 ملم تربيع. بعد كده بنحسب الشد المبدئي واللي هيساوي 7 في 800 في 58 هتساوي 32480. بعد كده نحسب العزم المطلوب واللي هيساوي 2 اللي هو معامل الاحتكاك وبيكون ثابت في 10 اللي هو قطر السن، في 32480 هيساوي 64.96 نيوتن متر. يعني عشان تثبت المسمار ده بأمان وتضمن انه مش هيتراخى لازم تطبق عليه عزم دوران بقيمة 64.96 نيوتن متر. عشان تختار المسمار المناسب لأي تطبيق في شوية خطوات بسيطة لازم تتبعها. أول حاجة حدد نوع الحمل اللي هيشيل المسمار، هل هو شد يعني سحب في اتجاهين عكس بعض، ولا قص يعني ضغط جانبي. بعد كده اختار المادة اللي هتستخدمها، فخلي بالك لو المسمار هيكون في مكان ممكن يتعرض للصدى يبقى الأحسن تختار نوع من الفولاذ المقاوم للصدى. كمان لازم تتأكد من درجة الصلابة، يعني لو التطبيق اللي هتستخدم فيه المسمار محتاج صلابة عالية زي الإنشاءات كده يبقى اختار مسامير بدرجات عالية زي 10.9. وأخيرا لازم تحدد العزم المطلوب للتثبيت، وده ممكن تعرفه باستخدام الجداول أو المعادلات
عشان تضمن تثبيت آمن من غير ما يحصل أي مشكلة.